السلام عليكم كاملين، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا الفيديو اليوم فيديو مختلف شويه على كما العاده. غنوجد ولفت نقول لكم غنوجد اليوم ما غنوجدوا والو. غنقيو هاد البانيني، آلة البانيني. الأغلبية الناس عندها آلة البانيني ويستعملوها بزاف يوميا. و ملي توسخ كما توسخات ديالي هيدا تكرفصات مسكينه وتكرفصت عليها مزيان كما شفتوا. راه حالتها حاله مسكينه، طلب الشرع مني. ودابا قلت انا نقيها ونشاركها معكم، علاش لا. دائما نوصل لهاد الحاله مسكينه ندير لها الخلطه ديالها ونفكها في ساعه ما كاملاش، 5 دقائق، ونقيها وترجع بحال اللي جديده وعاد شريتها. يعني بواحد المكونات غير في الدار وبلا ما نخمولا ولا نقنطنا. طبعا حنا نطيبوا فيها وهي حنا قنطانين منا، وخصوصا الا كانت شي حاجه جديده وعاد واخداها كيف ما انا وعندك عزيزه بزاف. والله العظيم عندي هاد الماركه هادي كيف ما شفتوا، واللي بغات نقول لها الثمن ديالها ولا كيفاش والعبار ديالها، مرحبا تخليها لي في كومونتير ونعطيها جميع التفاصيل عليها، ولا ندير لكم شي فيديو خاص بها. انا هي بانيني شوايه، كنشوي فيها وفي نفس الوقت هاد البياسه هذه هي اللي كنردها بحال هكا شوايه وكتنعسها شوايه، وملي كتوقفها بطبيعه الحال غنبدا نطيبوا فيها، راه كلشي عارف. وهذه تعكست لي باش انا ما بغاتش تهود طيح لي الارض باش انا نقيها معكم دابا. وكما قلت لكم اللي بغات المعلومات اكثر عليها نعطيها لها، علاش لا. مرحبا ومرحبا بالجميع. دابا ندوز باش ندير الخلطه معكم اللي غنعملها لهاد البانيني هادي. غنعمل واحد 2 معالق د الخل، ندير نص خماره د الحلوه، غتفاعل لي انتما كما تشوفوا. غنجيب معلقه، اذا عندكم من غير جافيل انا نعمل جافيل، معلقه جافيل فقط وحده مع هاد المكونات هادو، غير المعلقه هادي صافي. لا ما عمرهاش مزيان، انا عملتها ما عمرهاش مزيان صافي. كما تشوفوا راه تفاعلات لي هكا هيدا صافي. ونجيب واحد الحلفه اللي نستعملوها دائما، هذه الرطبه ماشي ديك الحلفه كما تكون سلك، لا ماشي هذيك، كاينه هذه الرطبه اللي ما تخليش هكا البانيني ديالنا مقشره وفيها الشراطي، هذه ما تخليهاش يعني رطبه، وخا تحك بها ما تضيعلكش البانيني ديالك، وفي نفس الوقت هذا الحكه مزيان. اما الاخرى ديال السلك راه ما تخلي لكم، الا حكيتو بها بطبيعه الحال راه قشره ما غتبقاش في اللون ديالها، وغتجي فيها هكا بحال اللي ضربتها بالموس. يعني هذه راه مزيانه بحال اللي غسلها بالحلفه العاديه. هادشي اللي غنحتاج، الحلفه هذه بحال اللي غسلها بديك الحلفه العاديه اللي غنستعملوها للماعن كيف ما العاده وصافي. دابا غنشارك معكم كيفاش غنستعملها. هنا غندهن هذا بالحلفه ديالي هادشي، غير غندهن ما غنحك شي. دابا انا غندهن دابا صافي. دابا منين دهنت البانيني ديالي كامله بهذا هادشي، غنشعل عليها ونسدها ونخليها حتى تسخن مزيان، واحد 2 دقائق ولا حتى 3 دقائق.
ومن بعد عاد نحل عليها ونرجع معاكم. وانتم كتشوفوا راها سخنات، ما تخلوهاش بزاف البنات، ما خليتهاش انا فاتت 2 دقائق ولا اقل. وحكيتها حليت عليها وغنحكها هكا. قلت لكم بعد حيت شفتوا راه قبالتكم كلشي، راه ما قطعتش، ما قطع نهائيا. انا كنحك وهي كتطلع ونحلها نطيحها مع الزبده باش يتربطوا في هذا. ها هو نحكوا هكذا. راه شوفوا البنات راها طلعات كلشي طلع. غترجع كتشكشك كتقشقش ولا كيفاش يقولوا، غترجع ان شاء الله كتللش. نفس الشيء لهاد هاد الجهه هادي. غنقلبها، غنعمل هنا، غندهن هنا الخليط ديالي وغنقلب الطانيني وغنخليها هي واحد شويه هنايا. ما تخليوهاش بزاف حيت راها سخونه، غير نص دقيقه هيديك، واحد 50 ثانيه. عاد قلبوها عليها ورجعوا حلوا، حيت الا خليتوها بزاف راه بحال هاد الخليط غيتحرق ويرجع عاود نعاودو من الاول. نرجع لكم كيف ما كان، ترجع تعاود ديك الساعه من الاول. صافي نحكها ان شاء الله ونرجع معكم. هذه قلت لكم نفس الشيء لهذه، غنعمل الخلطه ونقلبها وننظفها في مره. شفتوها كيف ولات دابا؟ ولات كتشعلل. غنجيب واحد منديل ابيض باش نوريكم اختي كيف ما ها. انا انحك فيها مع هي سخونه، انا نحك فيها وهي تنشف، ما بقاش فيها ديك الاخر بزاف. شفتوا راه طريان نشفات. نفس الشيء لهاد الجهه هذه. وناخذ لكم يعني دغيا كتحل المشكل، دغيا ونقي البانيني بطريقه سهله. نفس الشيء على برا غنستعملو غير الخل بوحدو، ما غنعملوش جافي. غنجيب نقلب هذا وكنمسحوها عبر الخل، حيت على برا ما كتكونش مسخه بزاف. نشوفوا هاد الشيء هادو حتى هنا. الا كانت قلبه مي حارقه حتى برا بزاف خص تعملوا الحلفه هذيك اللي وريتكم ولا الالومنيوم العاديه اللي انا نديروها في هذاك اللي انا نحكوا بها الطنجره العاديه الرقيقه بزاف. هذه حتى هي راها قاضيه الغرض نمسحوا بها، حتى هي راه تحك احسن وحسن. هذه غير ما متوفرش عندي استعملت هذيك د السلك، وهي ماشي سلك، راه عاد السلك في شكل رطب ماشي قاصح هذاك اللي نحكوا بها ديك الاواني ملي يكون مقالي كتر نحكوا بها مقالي بزاف. هذه لا، هذه كنحكوا بها اشياء بحال هذه يكون حساسه شويش نحكوا بها. هاد الجوانب هادو اللي عندها شي تاع السنان حتى هي صالحه تعملها في الخل وبدا تحك بها. هيدا نبدل هاد الكاري ايوا وكذا كيرجع بانيني روعه. صافي وغنستمر حتى نكملها كامل نحيد منها هذاك
من الجناب بكلشي. هذه هي النتيجه. النتيجه راه باينه قبالتكم، وغنوجد معكم فيها ان شاء الله نقيده باش نوجد معكم فيها ان شاء الله يا ربي كوفريط. اللي ما عندوش الاله ديال الكوفريط نوجدو فيها، غنوجد في الاله ديال البانيني. كيجي فن، كيجي واحد المذاق رائع، وحتى الناجح يجي واحد الكوفريط الى غزال ما شاء الله. غنشاركو غدا معكم ان شاء الله في فيديو تسناوه. واللي اول مره يشوف القناه ديالي يدعمني بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. بطبيعه الحال الا كنت خفيفه ظريفه على القلب ديالكم والفيديو يستاهل انكم تشجعوني. ان شاء الله غدا نحط لكم الفيديو، وخليو اشتراك باش يوصلكم الفيديو ان شاء الله. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.